لما تبني صفحة ويب هتحتاج ترتب المحتوى. مثلا عايز تعرض خطوات أو لستة حاجات، هنا بتيجي القوائم. HTML بتوفر لك نوعين من القوائم، قوائم بنقط وقوائم بأرقام. في الدرس ده هتفهم الفرق بينهم وازاي تكتبهم بإيدك في الكود. ويلا بينا نبدأ. أول نوع هي القائمة الغير مرتبة، وبتتكتب باستخدام التاج UL أو unordered list. وعشان نبدأ نكتب العناصر بنستخدم تاج LI أو list item. لنفترض مثلا هنكتب لغات البرمجة اللي هي HTML CSS وجافا. العناصر اللي جوه بتظهر على شكل نقط زي كده، هي دي unordered list. تاني نوع عندنا اللي هو OL أو ordered list. النوع ده بيختلف بأنه بيحتوي على عناصر مرتبة ليكن بتنظيم الأرقام، وكذلك بيحتوي على list item. هنا العناصر مترتبة، وده بيكون مفيد لما بتشرح خطوات أو تعليمات. الفرق بين ال UL وال OL بسيط. لو المحتوى مش مرتب يعني مجرد نقاط استخدم ال UL، لو المحتوى خطوات بترتيب استخدم ال OL. خلينا نعمل شوية أمثلة نجمع بيها اللي خدناه الدروس اللي فاتت والدرس ده. أول حاجة هنعمل هيدر وهنسميه ستوري، وهنعمل باراجراف وهنكتب فيه تعريف للصفحة بتاعتنا. وخلينا نعمل خط فاصل عشان هنعمل صورة، وعشان نضيف صورة قلنا بنستخدم تاج image. وقلنا ان تاج image بيحتوي على السورس والالت، وعرفنا ان السورس ممكن نجيبه من مواقع خارجية او من مصادر داخلية في الجهاز، والالت بيبقى عبارة عن وصف للصورة لو الصورة مش متاحة. خلينا نضيف صورة هنا، ليكن هنختار الفولدر بتاعنا اللي اسمه image وهنختار اول واحدة، وزي ما انتوا شايفين هنا بدأ يعرض الصورة. وقلنا عشان نصغر محتوى الصورة شوية هنعمل الويدث بتاعها اقل. وخلينا نعمل القوائم الخاصة بالصفحة، ليكن هنا مثلا هنعمل وصف للصورة. عشان نعمل وصف للصورة هنشوف هنحتاج نعمل ليها ترتيب ولا هنكتبها عادي. لو مش محتاج نعمل لها ترتيب قلنا بنستخدم ال UL أو ال unordered list. بعد ما نعمل unordered list بنستخدم التاج اسمه list item. ليكن هنا مثلا نكتب الجمل المكتوبة هنا، ليكن عملنا وصف للصورة. طب لو افترضنا ان احنا عايزين نعمل لينك خاص بالرابط الخاصة بينا، نعمله ازاي؟ اول حاجة بعد باراجراف هنعمل ال OL الخاصة بينا. وعشان نبدأ نحط لينكات اول حاجة هنستخدم الليست ايتم بتاعتنا، وبعد كده هنستخدم تاج ال A او اللينك. بعد كده عشان نضيف الرابط اللي هيودي عليه اللينك هنكتبه في ال href. طبعا في حالتنا احنا مش محتاجين نكتب اي رابط فهنستخدم شباك. ممكن نكتب store، وممكن نعمل واحدة تانية ونسميها content me، ونعمل واحدة تاني ليكن مثلا هنسميها best seller. وزي ما انتوا شايفين كده هنا بيبدأ يعرض لينا الروابط الخاصة بينا. طبعا لو دوسنا عليها مش هيحصل حاجة ان احنا محطناش رابط فعلية. ده كان مثال بسيط وطبقنا فيه كل اللي اتعلمناه الدروس اللي فاتت، وده كان شرح بسيط لقوائم في HTML المرتبة او غير المرتبة، ورسوم بسيطة لكنها بتخلي شكل المحتوى اوضح واسهل في التصفح. جرب بنفسك تكتب القوائم دي وعدل عليها، هتلاقي انك بدأت تتحكم في شكل الصفحة. لو الفيديو افادك اعمل لايك واشترك في القناة عشان تكمل معانا باقي الكورس، واستناني في الدرس الجاي. سلام.